أدوية التخسيس غير مناسبة لمرضى الضغط العالي. أدوية التخسيس دي يا جماعة كتير جدا جدا، تمام؟ في اللي بنوصفه ونقول له لا ابعدوا عن دواء الضغط. ليه؟ لأنه بيقلل امتصاصه. في اللي لا كونترا انديكيتد، ممنوع عنك تماما. ليه؟ لأنه في كافيين عالي جدا زي الأقراص البسيطة قوي بتاعت الجرين كافي والجرين تي. ما معروف انه القهوة والشاي غلط على مريض الضغط، فمفيش حاجة نسألها في العموم. أدوية التخسيس دي علم واسع، عشان كده هلف وادور واقول لكم تحت إشراف الطب. طب ايه من الأدوية المناسبة في التخسيس لمرضى الضغط العالي؟ الأدوية اللي بتشتغل على الوجبة، زي الأدوية اللي تحتوي على الأورليستات، تحتوي على الكروميوم، تحتوي على الجيمينيما سيلفستر، تحتوي على السيليوم هاسك. دي كلها بتشتغل على الوجبة اللي انت واكلها، بتقلل 30% من امتصاص الفاتس، بتقلل نسبة من امتصاص الكربوهيدرات، لكن نبعدها عن وقت تناول الأدوية.